أرادوا رميها من فوق سطح المدرسة. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. كانت فتاة مسلمة من بلدة عربية سافرت مع أسرتها إلى بلد غربي، والتحقت بمدرسة ثانوية هناك. كانت دائما مختلفة عن الآخرين، تجلس وحيدة، تقرأ القرآن، تسبح الله، ترتدي الحجاب بفخر، وتصلي في أركان المدرسة البعيدة. لكن اختلافها كان سببا في أن تتعرض للتنمر القاسي. فتمادت الفتيات في الأذى، مزقن مصحفها، ورششن الماء على حجابها، وحتى وضعن لحم الخنزير في حقيبتها. وفي أحد الأيام، جئنا إليها بابتسامات زائفة وقلن: نحن آسفات، نريد أن نتصالح. وببراءة قلبها، قبلت لقاءهن فوق سطح المدرسة. لكن الحقيقة كانت أبعد ما تكون عن الاعتذار. أمسكن بها واقتربن من الحافة وهن يتهكمن: أين ربك الآن؟ أدعيه لينقذك من الموت يا حمقاء. وبلا رحمة حاولنا دفعها. عندها أغمضت عينيها وقالت بيقين: يا من لا تترك عبدك، يا الله ثبتني. وقبل أن تفلت يدها من الحافة، اندفع رجل الأمن إلى السطح، وأمسك بها بقوة لينقذها في اللحظة الأخيرة. وتم اعتقال الفتيات فورا بتهمة محاولة القتل. رغم كل الألم والظلم الذي مرت به، ظلت الفتاة متمسكة بإيمانها العميق. أدركت أن الحياة ليست دائما سهلة، وأن الله وحده هو الحامي والمنقذ. القلب الذي يثق بالله لا يخاف، والتسليم لقضائه يمنحني سلاما لا يهزه شيء. وبهذه الثقة بدأت طريقها من جديد، قوية وراعية لنورها الداخلي، مؤمنة أن كل تجربة هي درس من الله يقربها منه أكثر.